وسيم. اييه وسيم فيه بزاف ديال المواصفات، منهم انه متقاعد، هو انك تطلب فيه بان المراه اللي بغات ترتبط بك ولا بغات تزوج بك خصها تعطيك 20 مليون، يعني انت اللي غادي تاخذ الصداق. هذا الفيديو صحيح؟ صحيح. وعلاش خرجتي بهذا التصريح هذا؟ لانها شي حاجه اللي دازت فعلا حقيقيه وخرجت بها سنوضح بعض الامور. فانا بالنسبه للصداق ديال 20 مليون ممكن على انه التسميه ديالو اللي خدات واحد الضجه، ولكن هذوك مستحقات، انا سنعتبرهم مستحقات ديالي كرجل يعني وسيم. وسيم. اييه وسيم فيه بزاف ديال المواصفات، منهم انه مثقف. يعني انت قيستي راسك قلتي انا واحد الشخص وسيم، عندي واحد المستوى علمي، عندي المراه اللي بغات تزوج بيا خصها هي اللي تعطيني الصداق وتعطيني 20 مليون. كيف ما قلت لك هذيك الكلمه ديال الصداق ممكن هي اللي تخلق هذا المشكل، هي تعبير مجازي، ولكن ممكن انها تسمى تصداق، فهمتي؟ لانها هي مستحقات، كيف ما انها بعض الزوجات كتطالب على انها تزوج، ومع الزواج كتطلب لك واحد الباك اللي هو ممكن سياره، ممكن شقه، ممكن واحد الصالير تقول لك اللي ما يكونش تيقل على 10,000 درهم او لا اكثر. فدونك هي زادت شي حاجه فوق الصداق. هذيك الحاجه اللي هي كتزيد هي فوق الصداق هي هذه اللي انا اللي طلبتي 20 مليون. واخا انت غادي تعطي، انت غتاخذ 20 مليون من عند المراه، اش غتعطيها في المقابل؟ صداق. شنو هو الصداق ديالها؟ نعطيها صداق من عندي، كيف ما قلت انا في الفيديو، درهم رمزي ولا على حسب هي شحال طالبه، ماشي مشكل. على حساب كيفاش طالبه. واش دابا انت كتبان لك هذيك 20 مليون هي قيمتك الماديه اللي غادي تستاهل فاش تدخل في واحد العلاقه اللي هي زوجيه ومؤسسه يقدروا يكونوا فيها وليدات؟ ماشي قيمتي، وانما كيف ما قلت المستحقات. اي حاجه عندها مقابل، كونتر بارتي. دونك ما يمكنش واحد الزوجه غادي تقول لك انا بغيت راجل وصداق كذا وعادي يكون خدام وبدارو بكذا ويكون ساكن راسو، دونك هذا الشيء شنو كيتسمى؟ ماشي قيمه المراه. لا هادو شروط، حيت حنا كنعرفوا كمجتمع مغربي، وهنا غادي نمشي عند الاستاذ اليعقوبي، حنا كمجتمع مغربي اسلامي عربي حنا كنعرفوا بان الصداق ولا المهر كيف كيتعرف مجموعه من الدول هو من حق المراه، والمراه اللي كتطلب انها يكون عندها سكن، تكون عندها سياره، كتطلب من الرجل، يعني كتسنى منه شي حاجه. اليوم سي اليعقوبي وخصوصا بهذا التصريح ديال الاستاذ مروان، واش ما كتشوفش بان هذا الشيء ممكن غيكون عنده واحد الانعكاسات على المجتمع؟ علاش في نظرك ما بقاتش القيمه ديال الزواج، ما بقاتش القيمه ديال المراه يعني داخل المؤسسه ديال الزواج؟ علاش ولينا كنسمعوا بحال هذه الاشياء كان راجل كيطلب بان المراه هي اللي تعطيه الصداق ولا كما قلنا المستحقات ديالو؟ اولا استاذه بغينا نذكر بان السي مروان ماستر في دغوا كوميرس انترناسيونال او انترناسيونال. واش اولا ما كتشوفش بان هذا المستوى العلمي ديالك كيحملك واحد المسؤوليه وكيعطيك واحد المفاهيم ديال المسؤوليه الاجتماعيه وديال الصوره العامه وديال القيم اللي انت مسؤول عليها كمثقف وكرجل قانون، واللي هذه الصوره هذه اللي كتعطيها لواحد الشريحه كبيره من المجتمع المغربي الا من نقول المجتمع العربي. يعني هنا انا تفاجات فانني فاش قلبت عليك لقيتك بانك عندك ماستر في القانون. ماستر في القانون يعني رجل قانون. بغض النظر على المساله هذه، يعني وزنك الاكاديمي لا يسمح لك باش تقوم بمثل هذه الامور على وسائل التواصل الاجتماعي، ويلزمك قانونيا انك لا بغيتي تنشر شي حاجه على وسائل التواصل الاجتماعي تكون مفيده وايجابيه لشريحه كبيره من المجتمع المغربي وعلى راسها الشباب، لان كاين واحد الشباب يلاه كينضجوا فكريا ويلاه كينضجوا على المستوى النفسي، وربما غتكون حتى هو القدوه ديالهم. يعني من هنا لواحد 3 سنين 4 سنين 5 سنين غادي نلقاو بزاف ديال المروانات عندنا في البلاد. هذا الشيء هو اللي غادي يرجع للسؤال ديال الاستاذه الفضيله، وغادي نقول لك بانك غادي تقلب لنا معايير الرجوله داخل المجتمع المغربي، وغادي تقلب لنا معايير والمفاهيم الاساسيه للهويه ديال الرجل المغربي داخل مجتمع مسلم محافظ عربي. كيف لرجل انه يسمح في الرجوله ديالو ويطلب الصداق؟ ما ندخلش في الجانب الشرعي لان معنا الدكتور الفاضل، ويطلب واحد الصداق اللي كينقص منه كرجل عربي، كرجل مغربي، كنخوه مغربيه. واش ما كتشوفش السي مروان، اسمح لي، ان سبب الفراق ديالك مع الزوجه ديالك ماشي هو شعرك، انه دلاله خفيه لما تكنه من داخلها من خجل كونه هاد الزوجه راجل كيفتخر وتيفشخ شعرو، تيقول لهم راه عندي شعر زوين. الوغ هي فاش قالت لك حسن شعرك كتقول لك عافاك كون راجل، راه انا تزوجت راجل وراه صحاباتي كيضحكوا عليا. واش هذا الشيء هذا ما طرحلكش كله واحد الاسئله كبيره جدا انك خليتي من الهويه ديالك الجنسانيه كرجل؟ غادي نجاوبك اولا على الصفه القانونيه ديالي وعلى انني انا متخرج ولا خريج ماستر.
فانا كنشوف على انني هذه ممكن يكون اصلاح اكثر من انها افساد. اصلاح من ناحيه اصلاح من ناحيه على انها الزوج كيف ما قلت انا بعد الفتيات كطالب حتى هي باكثر من ذلك من المهر. لا حنا ما غاديش نمشيو. وانا انزيدك واحد الملاحظه واحده اخرى، هو انني انا هذا الشيء ماشي تلزمو. انا حتى فاش قلت كنطلب مثلا 20 مليون كمستحقات، راه ماشي ضربت شي وحده على يديها، انا تنطلب ما بغيتيش تعطيني نبقى باغي. حنا ماشي في ذاك الجانب، حنا في الجانب ديال انك خرجتي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الافتراضيه ورآك وتابعك الالاف ان لم يكن الملايين من الناس، ومنهم اللي ما عندهمش فكر واضح وناضج. يعني انت بالنسبه لهم قدوه، واش ما كتشوفش بانك انت دابا كدير واحد الطابع جديد لمعنى الرجوله داخل المجتمع المغربي؟ انا كيف ما قلت لك انا ما تنضرب حتى شي واحد على يدي، انا تنعطي المقترح ديالي اللي وافق عليه اوكي، اللي ما وافقش ماشي ملزم انه يتبعوه ولا انه اذا شي واحد اخر مثلا طلب مليون ولا جوج كمستحقات ديالو ما تعطاهوش، راه من بعد غادي يولي باغي يتزوج بها. ولكن من الفكره الاساسيه اصلا حنا كنعرفوا بان الانثى يعني المراه هي اللي كيكونوا عندها مستحقات داخل يعني العلاقه الزوجيه، هي اللي كنعطيوها المهر، هي اللي كنديو لها الدفوع. حتى حنا في الثقافه ديالنا المغربيه ان الزوجه هي اللي كنديو لها الدفوع، هي اللي كنديو لها الهدايا. كيفاش يعني حيت حنا كنربطوا دائما الرجوله بالقوامه، وهنا غادي نمشي عند الاستاذ يونس، لان حنا كنعرفوا بان يعني الرجل فضل الرجل على المراه بالقوامه بما انفقوا. يعني شنو المنظور ديال الشرع الديني هنايا منين يجي واحد الانسان وكنبغيو اننا واش نبدلوا؟ واش مثلا الشرع غيولي يمشي معانا على حسب الموضه حنا كيفاش غاديين، اولا الزمان اللي كنعيشوا فيه؟ شنو هي يعني الثقل ديال بحال هاد الافعال اللي كيوقعوا اولا هاد الكلمات اللي كيخرجوا على مواقع التواصل الاجتماعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا بد ونحن نتحدث عن الصداق أننا نتحدث عليه ضمن واحد المنظومة اللي هي منظومة الأسرة، ولذلك ما غنجيوش نتكلموا فقط على الصداق دون إهمال هذيك المؤسسة المقدسة اللي هي الأسرة. لماذا؟ لأن البعض ينظر إلى الصداق على أنه عوض عن شيء تقدمه المرأة، وفي الحقيقة أن عقد الزواج هو مبني على المكارمة كما يقول الفقهاء، ليس على المشاحة، لأنه كيختلف على قضية البيع أنني غنعطي الصداق نظير تلك المرأة. لأن إذا قلت بأن ذلك المال هو نظير الاستمتاع حاصل من الطرفين. ولذلك احنا كنتكلموا على هذه المؤسسة باعتبار أن الله سبحانه وتعالى جعل تلك القوامة للرجل. هذيك القوامة ديال الرجل هي ليست تشريفا وإنما تكليف. ولذلك احنا ملي كيتكلم السي مروان مثلا هذا الكلام اللي هو قريب من الطرفه، انا جاني قريب من الطرفه، لكن من خلال السي مروان حنا غنتكلموا مع الناس اللي كيتكلموا على الصداق بانه شكل من اشكال ادلال المراه. لا، هذاك الصداق الذي يقدمه الرجل هو عربون الاهتمام او هو عربون لتجهيز تلك المراه. ولما كنتكلموا على هذا الصداق الذي جعله الشرع كنتكلموا على مفهوم شرعي، على حقيقه شرعيه. ولذلك ما يمكنش واخا يقول ليه مروان يقول ليه صداق، الشرع لا يسميه صداقا، وإنما هو عنده شرط في الحصول على شيء من المال، ولكن ما يمكنش نقلبوا الحقائق ونقولوا بأن هذا الصداق هذا المرأة غتولي تعطيه للرجل. لماذا؟ لأن هذه المؤسسة عمل الشرع على صيانتها، ولذلك المرأة قد ترد هذا الصداق في حالة واحدة وهي حالة الخلع، قد ترد له الصداق وترد له أكثر من هذا الصداق. الشريعة الإسلامية نظرت إلى هذا الصداق على أنه ركن من أركان الزواج لا يجوز إسقاطه، ولذلك ملي كنعطيو الصداق يمكن المرأة أن نسمي لها صداقا ثم تتنازل عن هذا الصداق. لكن باش يجي الراجل اليوم ويقول لك سوف نسقط هذا الصداق أو هذا الصداق غتولي المرأة اللي تعطيه للراجل، هذا قلب للأحكام الشرعية.